أماراتي أماراتي، عاملين ايه؟ وحشتوني. النهاردة هنقدم لكم وصفة منعشة جدا بما اننا داخلين على الصيف والحر. هنجيب كده حزمتين من النعناع. النهاردة هنعمل الليمون بالنعناع بس بطريقة موفرة جدا، لا تجيبي بقى فيتراك ولا تدفعي أتمان خيالية. تعالى اقولك ان انت تعملي ازاي قصنص النعناع بحاجة بسيطة خالص. هنمسكه نقطفه ونغسله وتقومي حاطاه في قلب حلة وتقومي حاطه عليه كوبايتين ميه. انا جبت حزمتين نعناع، عملت شفشق حلو كده، كان عندي ضيوف. بصي بقى، حطيه على النار ياخد غلوتين وبعدين سيبيه يبرد وصفيه كده في المصفى. هيديكي لون النعناع العادي. في جزئيه ما صورتهاش هنا، هنجيب اللون بتاع اللي احنا بنستخدمه في مستخدمات الحلواني، الازازه ام 10 جنيه دي، وتقومي حاطه 3 نقط بس هيدوكي اللون الخطير ده زيه زي فيتراك بالظبط. قشري ليمونك، حطيه في قلب الشفشق، اظبطي السكر بتاعك وحطي الميه اللي انت عايزاها على حسب كميه الليمون، وتعالي نصفي بقى الليمون بالنعناع ونشرب احلى ليمون كده بالنعناع، ولونه رهيب جدا زي فيتراك بالظبط. حطي التلج بقى كده وشهيصي الضيوف. حبيبه قلبي، ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ ايمي البسيوني. لو ليكي اي حاجه قوليلي في التعليقات. باي باي.